تدرين ايش راح يصير بيك انت اللي مدى تتحجبين ودا تطلعين شعرك، ودا تخلين ادوات الزينة والمكياج والتبرج، ودا تفتنين المجتمع والرجال، والله حتى يقولون انت جميلة. قلت له تدرين والله ما خطيتي هاي الخطوة. روح اقرأ عن الإسراء والمعراج، اقرأ اللي قال النبي صلى الله عليه وآله لما أطلعه مالك خازن النار، أطلعه على أصناف العذاب في نار جهنم. روح اقرأ وبعدين راجع نفسك. علي بن أبي طالب عليه السلام يقول ارحموا أنفسكم فإنكم لستم ندا للعذاب، مو قد العذاب اللي راح تشوفه، ارحمها لنفسك. الله دا يقول لك فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. يقول النبي صلى الله عليه وآله، يقول ليلة عرج بي إلى السماء اطلعت في نار جهنم فرأيت نساء من أمتي يعذبن بعذاب بكيت لعذابهن. ماذا رأيت يا رسول الله؟ قال رأيت امرأة معلقة بشعر رأسها في نار جهنم ودماغها يغلي في النار، معلقينها من شعر رأسها ودماغها يغلي. شفت الإبريق لما تصب في ماء بتسوي لك شاي شلون يغلي؟ نفس الشيء دماغها يغلي ومعلقينها من شعر رأسها. من هي يا رسول الله؟ قال المرأة التي لا تستر شعرها عن الرجال. ما قلت لك شوي روايات شديدة، حتى أنه ورد عن الإمام جعفر الصادق سلام الله عليه يقول أيما امرأة تزينت وتعطرت وخرجت إلى الطريق كتب عليها أنها زانية.